السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معاكم فيديو جديد من الشروق كيتشن على قناة ام العيال. النهاردة هعمل حاجة حلوة جدا كلنا بنحبها جدا جدا، بس للأسف غالية جدا جدا جدا. وحتى لو هنعملها في البيت برضو مكوناتها بتبقى غالية. لا، النهاردة ان شاء الله هنعملها بمكونات كلها في التلاجة وموفرة جدا. معانا تشيز كيك. يلا بينا نشوف اول طبقة هنعملها مع بعض للتشيز كيك. هي طبعا البسكوت. عايزين نوع بسكوت يكون هش كده وخفيف. نجيب بسكوت شاي، هنكسره شوية ونحطه في الكبة، لان طبعا تكسيره بايدي مش هيديني النتيجة المرضية. فانا هحطه في الكبة وهضربه كويس. عايزاه عامل زي الرملة كده، ما يبقاش فيه اي بردك حتت تخينة. حوالي 4 بواكي بسكوت لصينية معقولة متوسطة. هنحط عليهم معلقتين زبدة كبار، هنسيحهم وهندمجهم كويس جدا كده مع البسكوت. اول ما يندمجوا والاقي الزبدة خلاص كده دابت في البسكوت، هروح حطاهم في الصينية بتاعتي. طبعا دي صينية التشيز كيك اللي هي بقفل من الجنب بتتفتح، والجناب بتاعتها بتطلع بعيدا عن القاعدة. هنفرد بقى البسكوت بتاعنا كده، وكمان نبطه بايدينا. لازم ندخل ايدينا في المرحلة دي عشان عايزة كل جزيئات البسكوت والزبدة يلزقوا في بعض. وبعدين نحطهم في التلاجة لحد ما نخلص طبقة الكريمة بتاعتنا. الطبقة التانية بتاعت الكريمة هنحتاج معانا معلقتين كريم شانتيه كبار من الكريم شانتيه الخام، او ممكن كيس كريم شانتيه. لو انت هتستعملي ما عندكيش كريم شانتيه خام، هتجيبي كريم شانتيه من عند البقال، هاتي كيس. بس زي ما اتفقنا انا بجيب الكريم شانتيه الخام بالكيلو، بحطه عندي لاي حلويات بحب اعملها. والجيلاتين هنحتاج معلقتين كبار من الجيلاتين، هحطهم في كوباية او في سلطانية، وعليهم نص كوباية مية هدوبهم فيها، طبعا مية باردة يدوبوا كده فيها على البارد. وبعدين نسيبهم بقى كده ينفشوا على جنب. الحاجة التالتة بقى في الطبقة بتاعة التشيز بتاعتنا، هي طبعا اساس الوصفة هي التشيز، هي الجبنة. دي جبنة فيتا يا جماعة. طبعا عندنا كلنا في التلاجة جبنة فيتا زايدة عن حاجتنا. حوالي ربع كيلو جبنة فيتا هنحطه في كده في حاجة واسعة عشان نضرب فيها بقى بالمضرب. ربع كيلو جبنة فيتا على معلقتين الكريم شانتيه، عليهم كوباية سكر، وعليهم كمان نص معلقة فانيليا، ممكن بودر او ممكن فانيليا سايلة اللي عندك حطيه. وهنحط بقى الاول نص كوباية من الكريمة اللباني. المقادير دي بتحتاج مننا كوباية ونص كريمة لباني. انا هحط الاول النص كوباية عشان عايزة اهرس الجبنة كويس جدا، مش عايزة فيها اي تكتلات. هضرب الجبنة كويس جدا مع الكريم شانتيه مع السكر، ونحاول برضو ندوب السكر شوية كده في وسط الجبنة. انا بضربها كويس جدا الاول، ادوب اي تكتلات في الجبنة، عشان لو حطيت الكمية بتاعت الكريمة اللباني كلها تبقى سايحة في بعضها كده وسايلة. ممكن اي كتلة جبنة كده تعدي من المضرب هتبقى باينة في طبقة التشيز بتاعتنا او طبقة الكريمة، مش هيبقى طعمها حلو خالص. بصوا اهي الجبنة كده ساحت خالص وبقت قوامها كريمي جدا، مبقاش فيها اي تكتلات. دلوقتي بقى هنزود عليها بقية كوباية الكريمة اللباني اللي باقية. طبعا الكمية دي ممكن تعملك صينية صغننة، او مثلا لو هتعملي صينية كبيرة هتبقى طبقة الكريمة قليلة شوية، مش هتبقى عالية معاكي. انا مضاعفة الكميات لاني عاملة صينية كبيرة، عاملة صينية كبيرة 30 في 30 مربعة كده اهوت، وعايزة كمان طبقة الكريمة تبقى عالية، فانا مضاعفة الكميات معايا هنا. وانا بعمل هتلاقوا الكمية كبيرة معايا شوية عشان انا مضاعفة. يعني مثلا بدل كوباية نص كريمة لباني حاطة 3، بدل ربع كيلو جبنة حاطة نص كيلو، بدل كوباية سكر كوبايتين. كل حاجة انا قايله لكم عليها في الوصفة انا مضاعفاها. لو هتعملي صينية صغننة على قدكم كده في البيت يبقى كفاية عليكي الكميات الصغننة. الجيلاتين طبعا عشان مش هنحطه على النار خالص لازم ندوبه، يا تحطيه في الميكروويف لمدة دقيقة عشان يسيح، يا اما تحطيه في حمام مية سخنة وتغطي عليه 5 دقايق كده 10 دقايق، هتبصي تلاقيه ساح معاكي. هنروح حاطينه بقى على طبقة الكريمة بتاعتنا.
بس اهم حاجة قبل ما نحط الجيلاتين عايزين نكون موصلين الكريمة بتاعتنا لقوام متماسك، كأنك كريم شانتيه هتحطيه مثلا على تورته ولا حاجة. عايزين نضرب الكريمة مع الكريمة اللباني مع الكريم شانتيه مع الجبنة، نخلي قوامهم يتخن ويتقل، وبعدين نحط بقى الجيلاتين عليهم ونضربهم كويس. كده خلاص انا دوبت الجيلاتين في الكريمة، ما بقاش باين خالص، كل الجيلاتين دب في كل الكريمة. وطبعا طلعت بقى البسكوت من التلاجة جمد وتماسك، بقت طبقة البسكوت بالزبدة عندي متماسكة. هصب عليهم طبقة الكريمة، هسويها طبعا السباتيولا كده، احاول اسويها على قد ما اقدر لان الشكل اللي انا هسيبه ده هو اللي هيجمد عليه. هو صحيح هيتغطى بصوص بعد كده، بس يستحسن يبقى بردك متساوي ومتناسق بقدر المستطاع، يعني على قد ما تقدري سويها. بس كده هو بقت جاهزة معايا، حاولت اسويها على قد ما قدرت. هنحطها في التلاجة دلوقتي مدة لا تقل عن 12 ساعة، يعني ممكن يعني تعمليها النهاردة وتاكلوها بكرة، تعمليها بالليل كده في السهرة وانتي قاعدة كده مع نفسك، وتاني يوم بعد ما تتغدوا حلوا بيها، او لو جايلك ضيوف او لو عندك عزومة او عندك عيد ميلاد، مناسبة جدا. هنطلعها بقى من التلاجة بعد ما جمدت كويس جدا. تحطي صباعك على وشها كده تحسيها جامدة، طبقة قوية، الجيلاتين طبعا خلاها تتماسك. هنحاول نسلك حروفها كده بسكينة، وبعدين نطلع الحرف بتاع الصينية بتاعنا بالشكل ده. خلاص اهي كده بقت جاهزة معانا تشيز كيك 100. وعلى فكرة انا حاولت اعمل التشيز كيك بكذا نوع جبنة يا جماعة، ما تتريقوش عليا عشان عاملاها بجبنة فيتا. طب والله اظبط طعم دقته للتشيز كيك كانت بالجبنة الفيتا. عايزه اقول لكم عملته بجبنه كيري مربعات، عملته بجبنه كيري اللي هي السايبه الكريمي، وعملته بجبنه مثلثات اللي هي النستو، عملته بجبنه قريش. ما دقتش اظبط من الجبنه الفيتا في التشيز كيك. طبعا هنحط عليها اي صوص بقى، صوص كراميل، صوص شوكولاته، صوص فراوله، صوص توت، الصوص اللي انت عايزه تحطيه عليها حطيه. انا عملت معاكم قبل كده فيديو لصوص الفراوله، بصوا بقى وجع القلب مش قادرة اقول لكم بجد لازم تجربوها بجد، تحسي بطعم الجبنة وانتي بتاكليها. ولو حد قال لي الجبنة الفيتا حادقة، لا هي مش حادقة، هي ملحها خفيف. اوريدي انا بجيب جبنة فيتا ملحها خفيف، واحنا لو بنعمل حاجة مسكرة لو هنلاقيها مثلا عشان ما تجزعش او حاجة لازم نحط ذرة ملح كده ولا حاجة واحنا بنعملها. فنعتبر ان ذرة الملح الخفيف اللي في الجبنة الفيتا دي هي ذرة الملح اللي احنا حطيناها للحاجة المسكرة عشان ما تجزعناش. بس كده، وطبعا بقى طعمها وهم. اتمنى تجربوها، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وحاجات كلها في متناول الايد وموفرة جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتقولي رأيكم ايه في الكومنتات، ما تقوليش عليا مجنونة عشان بعمل تشيز كيك بالجبنة الفيتا يلا بقى ما تنسوش تعملوا. السلام عليكم ورحمة الله.